طبختنا اليوم دولمة العراقية. يلا نبلش. أول شي نحتاج تمن مغسول ومنقوع ولحم مال الضلوع بيكون بيلية ومجموعة من الخضار اللي هي كرفس، نعناع، معدنوس وشبنت، ملح حسب الرغبة طبعا. ونقدر نستغني بدل التمن البسمتي نحط تمن عنبر. هنا أنا 7 أبهار. وراح أضيف بعد دبس الرمان، كلش ينطي نكهة طيبة، حموضة وحلاوة بنفس الوقت، وزيت الزيتون تقريبا خاشوقتين لأنه هي بيها لية فتصير دسمة كلش طيبة. الدولمة العراقية من الأكلات القديمة الشعبية. أحط لها معجون، إحنا نحبها حلو يعني حيل حمرا، كيفكم انتو بعد تكثرون. أنا تقريبا هنا حطيت 4 خواشيق معجون طماطة، رب البندورة وكركم ما ننسى، كلش طيب ومفيد. نيجي هنا غسلت السلق وفرغت حفرت الكوسة، الشجر والباذنجان والفلفل ونص سلقة للبصل حتى بسرعة ينلف ويانا. حطيت بكعب الجدر عضود السلق وحطيت فوقهم الضلوع، وراح أبلش أعبي أحشيهم وأخلي بالجدر. كل ما كانت بطريقة عشوائية أفضل، تصير النكهة أطيب، مو إلا يعني طبقة بصل وطبقة شجر وطبقة باذنجان، لا نحطهم عادي شلون ما نحب. هنا الورق مال السلق الجهة لامعة من الخلف والجهة اللي بيها الخطوط الضلوع طالعة، هذه نحط بيها الحشوة ونلفها. بدول ثانية يحطون ورقة السلق بمي حار شوية على مود يطرى، احنا لا نحط هيك رأسا هو وأخضر يكون أفضل. نكمل الكمية وهنا بالفيديو يعني نكمل الكمية وبعدين أرجع أصور. أنا خلصت عندي الكمية، راح أحطها على النار على نار عالية بدون أي إضافات، لا مي ولا شي. الخضار هي راح تذب ميها، وبعد ما تذب ميها نضيف لها مي حار يغلي. شوفوا انتبهوا هنا شلون عرقت، يعني الورق السلق صار كأنه ما ذابين عليه مي حار. هنا راح أضيف مي حار ليغلي لحد قبل ما أغمرهم حتى ما يفلون وياي على الغليان يعني، وأغطيها وأتركها مدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة على نار عالية. بعدين أحولها إلى العين ناصع والعلمة هدارة وأخليها ساعة وربع حتى ينطبخ اللحم زين وكل المكونات. هسه ورا ما انطبخت هنا نجيب صينية، شوف شلون كل حباية وأخذها ونقلبها. الطعم كانت رهيبة، كلش كانت طيبة، وجربوها وادعولي، كلش حتحبوها. من أطيب الأكلات وتقريبا سريعة، يعني راد لها شغل 3 ساعات تقريبا. وألف عافية. لا تنسون الاشتراك بالقناة.